ده انا خطبت خطبه جعلت ابو تريكه موضوع الخطبه الثانيه. لانه ما يطلعش من البيت الا بعد ما يبوس ويقبل قدم امه. ما بيطلعش من البيت الا بعد ان يترضاه. بتجيله فلوس كتير بيوزع على اخوانه وما بياكلش واحده ولا يمنع رفقه. بتحصل خلافات هو الذي يصلح بينهم، وكلهم تلاقيهم في نواحي شتى، هو في ناحيه كده اما ان يتعبد في المسجد واما ان يقرا القران واما ان يذكر الله. فان الله مع الذين اتقوا حتى ولو في اللعب. الله عاوز حاجه اكتر من كده والله، ولو في اللعب العب معه، احبه، تعلق به، اعبده، تفانى فيه. ابو تريكه ابو تريكه يا ولد، يا ريت كلنا ابو تريكه. يا ريت شبابنا يحاكي ابو تريكه ويختلف ابو تريكه ويتعرف على ابو تريكه. ابو تريكه كان بيلعب زمان وكان غلبان مش لاقي ياكل، كان مش لاقي يجيب البتاع اللي بيلبسها اللي بيلعب اسمها ايه؟ كوتشي. ما كانش معاه يجيب كوتشي، وما كانش معاه يجيب كوره. الشراب يا بابا، ونعم الشراب، ونعم الشراب. نعم. وشوف ربنا بقى فتح بقى من اصحاب الملايين بطاعه امه، بالصلح مع ربه، بقراءه القران، بعباده خالقه، بصلاته في الليل والناس. ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه. طب والله العظيم يوم ما كان المنتخب هنا يلعب الاخير، المنتخب ده كان بيلعب بطولة افريقيا وحاجه زي كده، انا كنت في المدينه، انا رحت عند النبي وقلت له يا رب انصر مصر. والله رحت للحبيب وقلت يا رب ببركه الحبيب انصر مصر، لان هي مش كوره، ده مقياس حضاره. مصر دلوقتي بقى ان كانت معروفه في الماضي 70%، دلوقتي معروفه 90% لما فازت في المنتخب هذا. مقياس حضاره في العالم، ما عادش كوره ولعب، ما عادش لعب. ابو تريكه لا خير في من لم يقتدي بالنبي وصحبه.